في زمن يجيء الموت فيه والحياة على سفر. الحب في عرف الجياع خيانة غجرية وجريمة لا تغتفر. الحب يبني للزجاج مدائن العشاق، ما إن يبدأ السكن انكسر. فإلى متى سنعلق الوجدان بالوهم العتيق لمن يغيب ومن حضر؟ وإلى ما نرضى أن نعيش كميتين معلقين على الحوادث بالصور؟ قولي إذا من أي نافذة ستأتيني رياحك كي أكون على حذر، وأسد كل نوافذ القلب الشفيف بما ادخرت من البلادة والحجر. ومري سحابك أن يبدل سيره ويصيب غيري بالغمام وبالمطر. الحب في وطن يحاصره الضباب كمن يسير على الطريق بلا بصر. والقلب في ضوء القذائف إذ يرى القتل يموت بغير قصف أو شر. الموت يسبق خطوة للضفة الأخرى، فلا منجى لحي قد عبر. أنا لا أسمي من يفر مهاجرا من أرضه، بل يوم حاجتها هجر. لا عز إلا أن نموت مدافعين عن التراب وشامخين كما الشجر. يكفي صراخ الطفل حتى يستجيب الله للموتى وينشق الحجر عن نبتة حبلى بسنبلة ستحني رأسها خبزا ليقتات البشر. طبعا احنا نشكر الإعلامية والإذاعية الأستاذة عزة أبو العز لأنها كل أمسية دائما تسلط الضوء على المسينة وعلى كل الشعراء، فتحية كبيرة لك. وعودة إلى الشعر والصوت النسائي، ودائما أقدمها بما قال عصام بدر ولكن اختصارا للوقت مع الشاعر شاعر المجتمع الأستاذة سهير سليمان. وجت بتقول لي ايه يا يما كفايه الحزن لزياده، ما ترمي هدومك السودة وتيجي تعيش شويه. وجت بتقول لي ايه يما كفايه الحزن لزياده، ما ترمي هدومك السودة وتيجي تعيش شويه. واسيب البيت، اسيب بيتي، اكيد عمرك ما حبيتي. دي روحه لسه بقيالي في ضحكتنا في لمتنا، حيطان البيت واحلامنا، وفي هديه جابها لي في يوم منه. اسيب البيت مانيش هرحل في يوم عنه. دي صوره وده كرسي وسجاده وكم فنجان، نسيتي اوان بلاش تنسيه، دولاب لبسه وده كرسي وفنجان قهوه كان من ايدي شربها.
ويداريني، أسيب صحنه اللي سمى عليه، أسيب نضارة على المصحف بتتلفت على عيونه تشوف سطرين، أسيب سبحة هتشهد له في يوم الدين، أسيب البيت وده المطلوب كأنه يا ناس شوية طوب، ما في حجارة بتتنفس، ما في حجارة بتتنفس، أنين ذكرى بقت ماضي وأكيد بيفوت، أكيد بيفوت ومش هيموت لو طلعت معاه روحي. سيبولي البيت خلاص روحي، سيبوني أعيش هنا في حالي، مفيش غير ذكرى بقيالي. قفلت الباب وبدموعي وحيدة وحاسة مكسورة، ببص بدرج أوراقه ولقيت صورة، قريت جوابات بخط إيديها مكتوبة من العاشق لمعشوق. دي مين دي؟ في واحدة غيري في حياته، كأن إيدين بتخنقني وأنا في ضلمة، عيون مفتوحة تتقطع من الصدمة، وحساني كلام محبوس ماهوش طالع على لساني ولا رجلي شايلاني. ببص يميني وشمالي لقيت صورته، مسحت دموعي كلمته عن اللحظة اللي حساها بتحرمني من الذكرى اللي عايشاها. كأني بموت وقدامي شريط بيدور ما بين البيت ونقاته في واحدة غيري في حياته. ده أنا ليلى، أنا ليلى، ده أنا عبلة، ده أنا القبلة ومحراب، بصون سره في قبر غويط كما الميت وكان سيد، يشاور بس يلاقيني ولا يقارن ولا يساوي، مفيش غير ايدي بتداوي، يناديني دوا عيني نور ليلي، رضايا عليكي مش منا، ويدعيلي تكوني معايا في الجنة. في واحدة غيري في حياته ما كنت تقولها من الأول، وسيبنا اختار اشق التوب وما تسيبنيش ألف في الدنيا بالمقلوب. ده ياما قسيت عليا كتير، لا عمري مشيت ولا رديت، بعلو الصوت بقولها لك خلاص قررت أسيب البيت. والآن مع الشاعر الأستاذ سيد العربي فريد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. قصيدة بعنوان ظهر الحمام. الفجر قام شمر ايديه وعيونه بتصحي الشجر، صوت البلابل على الفروع بتنادي على الصبح اللي جاي، الرزق مع اول نهار بيلاقي حلم الشقيانين، الصقر على ظهر الحمام بيسيب وجع، الصورة لو فيها ابتسامة مزهزهة بتروح، الليل خلاص قلبه اعتزل كل القصص كل الحكاوي والحكم، على عتبة النور البعيد شايف أمل لسه ما جاش، راسم طريقي في سكتك فما تنسانيش وسط الزحام، الضرب في الميت حلال، الضرب في الميت حلال، والحلم بيضيع بالوجع. أول ما شقيت الحياة من طلة كانت مبهمة، كانت دموعي بترتجل كل الكلام، معدولة روحك في اتجاه الصبر، حاسب واحتسب، كرابيك تنجيك بالوجع، والأمنيات بتلم كل اللي انطلق من حلق صوت أو مرة حاول يعترض. يا قلبنا المبدور سنابل على الورق، حرر عينيك بتضي قبل ما تتعمي، ده ساعتها هيقولوا الجبان كان همه ياخد ضينا ويعيش على ظهره.
نعود لضيوفنا الكرام وللمنصة العظيمة. سلطانة خرجت على السلطان، سلطانة خرجت على السلطان وجمالها جيش من الفرسان. القبض مياس لعود أهيف، لما بلت غارت غصون البان. فالثغر لوز والخدود حدائق، والعين كحلى بالسنى الرباني، والشعر صفصاف يمد جدائلا من مرسى مطروح إلى أسوان. مع الشاعرة المبدعة شريفة النسبين الأستاذة خديجة مكحلي، فلتتفضل. يعني ما استمعنا إليه هو غزل صريح في خديجة مكحلي. اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد. بس القصيدة دي انتوا قلتها الآيات قبل كده عبد المنعم. أنا كتير استنى. والعصام قبل كده. بس أنا ما قلتش العصام. العقل الجلد قبل كده. لا دي بالمناسبات. أنت أجمل والأرقى والله يا أستاذة، يعني أخجلتيني فعلا. غدا يتحقق الأمل بكم، تتكحل المقل وتجدو الهم طلعتكم، ويحلو في الهوى الغزل، وتطبع من تشوقنا على ورد لنا قبل، ويعقب هجرنا وصل، وينهى بيننا جدل، ويتلو نأينا قرب، ويصلح في غد خلل، ونمسح دمع أحزان يودع خدنا البلل، ووجه للدنا يصفو نسر ويذهب الوجل، ومن أنواركم تبرا سيكسى السهل والجبل، وتزهو في روابينا بلون ورودكم حلل، يطير حمام دوحتنا ويقفز فرحة حجل، يجب ذنوب لوام وننسى كل ما فعلوا، وتشرق شمسنا زهوا وفينا يضرب المثل، حماكم بالهوى دار ومنتزه ومنتزل، وبعد اليوم لو تدرون عنكم ما لنا بدل، وطيب رضابكم شهد، مذاق وصالكم عسل، لكم من عمرنا نهدي ببعد ما لنا قبل، وإنا ختم من عشقوا كما أن لهم أول، ونغفر ذنب من نهوى ولو جاروا وما عدلوا، ونحن أولو وفاء لو جهلتم من نكون سلوا،
إذا أحبابنا رحلوا تساوى السبح والضلل، وعين العشق قد عميت ومن عشقوا بهم حولوا، ونرضى الذل في حب وظلم الحب محتمل له نسعى بأرجلنا، وإن تنزل بنا علل ونرفع بابنا حتى بيسر يدخل الجمل، وبعض الأمر لن يخفى ومنه وكم صابت من ذئب ظننت بأنه حمل، وبين أنت في أمن يلاهم حادث جلل، وبين أنت في أمن يداهم حادث جلل، ويغزو الأرض سفاح ويأتي إثره بطل، ومن سنة إلى سنة تقوم وتنتهي دول، وتبقى أنت في قلبي فحبك ما له أجل. إذا ضل الغراء بنا طريقا، إذا ضل الغراء بنا طريقا، وضاعت الأيادين الوثيقة، فذا قلبي يقول بكل صدق أحبك في المجاز وفي الحقيقة، مع الشاعر ضيفنا الكريم الأستاذ حسني التهامي. شكرا سيدة فوزية. نعود إلى النص التأملي. طبعا أنا أشكر الشاعر الجميل الأستاذ عصام إلى هذه الميحة الجميلة، وأنت محب في ذلك. بس طبعا لأن هذا النص جديد على الشعرية العربية، يعني يحتاج إلى تأملات ودراسات، ونحن نعمل على ترسيخ هذا الفن في عالمنا العربي، ونحتاج وقتا لأن الذائقة العربية تعتمد على التطريب أكثر من الذهنية. وأعدك هذه المرة أن أمشي على مهل لكي تشاركني في تأمل هذا النص. طبعا النص هو الهيكل عبارة عن مشهديات، مشهد من الطبيعة أو من تفاصيل الحياة اليومية، ربما يتكون من حدث ومشهد بسيط، ويحدث بينهما المفارقة. عطسة. الصبي عند حوض النافورة يتبادل الرذاذ. عطسة. الصبي عند حوض النافورة يتبادل الرذاذ. هجر صحي. من الشرفة المقابلة قبل هوائية. هجر صحي من الشرفة المقابلة قبل هوائية. مشهد جنائزي. خيوط قوس قزح تفقد ألوانها. ليلة باردة. نصيب العابر. زخة مطر. جرافة مائية. آخر عهدها بالنهر. فراش
فراشة شاردة، جرافة مائية آخر عهدها بالنهر، فراشة شاردة. مطر المدينة النوافذ الزجاجية، مدن ضبابية. بياض أزهار الجاردينيا يلمع صفحة الليل. أريكة الحديقة يتبادلان الوميض، قطتي والقمر. مغامرة أولى جانب النخلة، طفل يقيس ظله. مغامرة أولى جانب النخلة، طفل يقيس ظله. صفصافة أبي، كلما ألامس الأوراق تبادلني الأنين. مقابلة شخصية، نصيب بدلتي الجديدة، بصقة عصفور. حظ عاثر، أجر حذائي الجديد تحت وابل المطر، في طريقه إلى الحرب. الجندي يفد شجارا بين طفلين. شكرا. تغربت دهرا في المدائن والقرى، وأبصرت أحلامي تباع وتشترى. يقودون وجه الصبح حين يلوح لي، لأبقى على طول المسافة لا أرى. على نور أنفاسي تمدد ظلهم، ليخفو ضوئي من مخيلة الورى. ولكنني في الحادثات عنيدة، مضيء النجمات وحدي أكثر. مع الفنان المبدع أستاذ جابر حيدر فليتفضل. سمعكم قصيدة الشاعر أستاذ عاطف، أعطينا قصيدة على بلد الثاني مصر. لو شفنا قصيدة على مصر صراحة سمعكم مقطع من الدرس. يا مصر أنت هدية الرحمن، يا مصر أنت هدية الرحمن، وبشارة التاريخ للإنسان. عيناك في دنيا الخلود قصيدة، عيناك في دنيا الخلود قصيدة، والثغر نيل والخد